طبعا. انما قله الادب شغاله، يا راجل استفزاز بقى، يا راجل يا ضعيف. انا بقول اهو، ما تكلموا عن ابو ريده قولوا له اطلع من جحرك، اطلع رد على مرتضى. انت يا ثروت اوعى تنافق الثقه فيك، اطلع قول مرتضى منصور كذاب، احنا ما بلغناهوش ان الماتش بقى يوم الثلاث. انما ينفع يا دكتور ماتش السبت وبعدين خلال الثلاث؟ لا يا ولد روح انت لحد، ينفع الكلام ده في الرياضه المصريه؟ لا، المفروض احنا في دوله نظام، المفروض في حاجه اسمها نظام. الفيصل بيني وبينهم اللائحه والقانون. اديك شفت الجار المزور اللي مدورين في تاريخه، والراجل قال لهم ايه؟ قال لهم انا باجل اي ماتش يوم شم النسيم ويوم عيد القيامه. تقوم عامل الماتش يوم عيد القيامه وطلع الامن اللي قال طب انت الجواب اللي انت فرحان بيه ده بقى هطلع بالفيفا عليه، ادي التدخل الحكومي والغي لك بقى المسابقه واحل لك برسمي مش محكمه يا دكتور. طب انت قلت هنروح يوم الثلاث الماتش. قلت هروح يوم الثلاث. هتروح يا فندم ولا خلاص؟ والله احنا خدنا قرار امبارح ان احنا نحترم جمهورنا. واخد بالك، وانا حتى يمكن قلت الكلمه دي عملنا زي قلت يا جماعه كل مره ناس كتيره تكلمني يا مرتضى انت راجل وطني، انت مصر دي امنا. فانا قلت ماشي، بس مصر مش امي لوحدي، واخد بالك، مصر امي وامكم انتوا كمان، مش كل مره وهم اتحاد الكوره امي انا لوحدي، وهم اتحاد الكوره برضه مصر بالظبط. فانا بقول لك يا دكتور اهو من هنا لغايه ما تخلص. احنا بنرن على الاستاذ هاني ابو ريده، احنا بنرن على الاستاذ هاني ابو ريده ما بيردش، بنرن على النائب ثروت سويلم برضه ما بيردش الحقيقه يعني، وحقهم الرد في اي وقت. شوف لغايه ما تخلص الحلقه، لغايه بكره، لغايه اي يوم، بس عشان مصر كلها تعرف ان انا صادق، ان انا صاحب حق، ان انا دافعت عن مصالح نادي بيشجعوا ملايين، ولو محمود طاهر خد نفس الموقف انا هقف معاه. القصه مش اهلي وزمالك، القصه احترم اللوائح. النادي الاهلي انسحب 18 مره يا دكتور في تاريخه، محدش نطق، محدش فتح بقه. وزي ما قلت لك امبارح النادي الاهلي لاعب انا بحبه جدا احمد فتحي واخد 3 انذارات، تاني 3 انذارات. الماتش الرابع ما يلعبش، لعب ماتش الاتحاد ولا حد نطق، ولا حد الاهلي قال لك الاهلي يعتبر مهزوم. خلاص انا عايز اقول ما تكليش من مكيالين، صح، ما تكليش من مكيالين. زي ما انا بحترم النادي الاهلي وجماهيره وبطولاته، يعني زي ما بقول اللي ما يشوفش النادي الاهلي العظيم ده انه نادي عظيم وهرم نادي كبير يبقى اعمى، واللي ما يشوفش نادي الزمالك كده برضه انه هرم نادي كبير يبقى اعمى القلب والبصيره. طب يا معالي المستشار، انا وانا قبل ما اطلع الحلقه بتاعتي الحقيقه عمال اقرا على المواقع واشوف على الفضائيات يعني هجوم كاسح على شخص حضرتك وعلى نادي الزمالك، ليه وبسبب مين يا فندم؟ في اقرب صفيحه زباله هات لي الورق ده كله لا مؤاخذه وانا داخل اتولدت الشهر ده. يا استاذ الفاضل، انا كنت بكلم واحد مسؤول كبير من شويه. نعم. الرئيس السيسي اللي قاد ثوره 30 يونيو. نعم. السفله بيشتموه لغايه دلوقتي. صح. بكابورت ضارب اسمه الفيسبوك.